بسم الله نبدأ رحلتنا اليوم، رحلة استكشاف وفهم، رحلة إلى منطقة لطالما أثارت فضول الإنسان وحيرته، منطقة نسجت حولها الأساطير وقيلت فيها الحكايات. أتحدث عن مثلث برمودا، هذا الاسم الذي يرتبط في أذهان الكثيرين بالغموض والاختفاءات المحيرة. يعرف أيضاً بمثلث الشيطان، وهو امتداد مائي شاسع في غرب المحيط الأطلسي الشمالي، ترسم حدوده بشكل تقريبي بين ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية وجزر برمودا التابعة للتاج البريطاني وبورتوريكو. مساحة ليست بالصغيرة، بل هي منطقة بحرية حيوية تشهد حركة ملاحة وجوية مستمرة. لكن شهرة مثلث برمودا لم تأتي من جمال مياهه الفيروزية أو أهميته الاستراتيجية، بل من سلسلة من الحوادث الغامضة التي وقعت في نطاقه عبر التاريخ. سفن عملاقة وطائرات حديثة اختفت فجأة ودون سابق إنذار، وكأن المحيط ابتلعها دون أن تترك أي أثر خلفها. رسائل استغاثة مبهمة أو صمت مطبق يسبق الاختفاء، كلها تفاصيل زادت من هالة الغموض التي تحيط بهذه المنطقة. فما هي حقيقة هذه الاختفاءات؟ هل هي مجرد مصادفات مأساوية، أم أن هناك قوة خفية تلعب دورا في هذا اللغز المحير؟ في هذه الحلقة سنحاول معا أن نغوص في أعماق هذا اللغز ليسبب ضرورة لنجد إجابة قاطعة. فالبعض يرى أن الغموض جزء من سحر هذه المنطقة، ولكن لنستعرض الحقائق المتاحة ونفصل بين الأساطير التي غذت الخيال الشعبي وبين التفسيرات العلمية التي يحاول الباحثون من خلالها فك الطلاسم مثل ثبر مودة. سنبحر بين النظريات المختلفة ونستمع إلى قصص من الماضي، وندعوكم للتفكير والتأمل معنا. فهل أنتم مستعدون لهذه الرحلة نحو المجهول؟ دعونا نبدأ بسم الله. عندما نتأمل في القوة الهائلة للطبيعة، ندرك أن الإنسان رغم كل ما توصل إليه من تقدم يبقى ضعيفاً أمامها في كثير من الأحيان. المحيطات، هذه المساحات المائية الشاسعة، تخفي في أعماقها أسراراً وقوى قد لا نتخيلها. يعتقد بعض العلماء وهم كثر أن العديد من حوادث الاختفاء في مثلث برمودا يمكن تفسيرها من خلال الظواهر الجوية القاسية والمفاجئة التي تشتهر بها هذه المنطقة. فالمحيط الأطلسي، وخاصة في هذا الجزء منه، معروف بعواصفه الاستوائية العنيفة والأعاصير التي يمكن أن تتشكل بسرعة مذهلة، محولة البحر الهادئ إلى جحيم هائج في غضون ساعات قليلة، بل وأحيانا دقائق. تخيلوا معي سفينة تبحر بأمان، أو طائرة تحلق في سماء صافية، وفجأة ودون سابق إنذار كاف تتغير الأحوال الجوية بشكل دراماتيكي. تتشكل غيوم عاصفة هائلة، ترتفع الأمواج إلى مستويات شاهقة كالجبال، وتهب رياح عاتية قادرة على قلب أعتى السفن أو تفتيت أجنحة الطائرات. هذه العواصف المفاجئة لا تترك مجالا كبيرا للنجاة، خاصة إذا كانت السفينة أو الطائرة غير مجهزة للتعامل مع مثل هذه الظروف القاسية، أو إذا حدث خطأ بشري في تقدير الموقف أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. فالطبيعة عندما تغضب لا تميز بين كبير وصغير. إضافة إلى العواصف، هناك التيارات البحرية القوية والمعقدة في هذه المنطقة. تيار الخليج على سبيل المثال هو تيار مائي دافئ وقوي يمر عبر مضيق فلوريدا ويتجه شمالا نحو المحيط الأطلسي. هذا التيار وغيره من التيارات المحلية يمكن أن يكون له تأثير كبير على الملاحة. يمكن لهذه التيارات أن تجري في السفن المنكوبة أو حطامها بعيدا عن موقع الحادث بسرعة كبيرة، مما يجعل عمليات البحث والإنقاذ أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. وهذا يفسر لماذا في كثير من الحالات لا يتم العثور على أي أثر للسفن أو الطائرات المختفية. كما أن التغيرات المناخية العالمية التي نشهدها اليوم قد تزيد من حدة وتواتر هذه الظواهر الجوية المتطرفة. ارتفاع درجة حرارة المحيطات يمكن أن يؤدي إلى أعاصير أقوى وعواصف أكثر تدميراً. هذا يجعل من الضروري على كل من يبحر أو يحلق في هذه المنطقة أن يكون على درجة عالية من اليقظة والاستعداد،
وأن يعتمدوا على أحدث تقنيات الرصد الجوي. فالتكنولوجيا الحديثة توفر لنا اليوم أدوات لم تكن متاحة في الماضي، تمكننا من التنبؤ بشكل أفضل بهذه الظواهر، لكنها لا تلغي تماماً عنصر المفاجأة أو خطأ التقدير البشري. لا يمكننا أيضاً إغفال ما يعرف بالأمواج المارقة أو الأمواج الوحشية. هذه أمواج عملاقة وعفوية يمكن أن يصل ارتفاعها إلى أكثر من 30 متراً، وتظهر بشكل مفاجئ في عرض المحيط، حتى في ظل ظروف جوية تبدو هادئة نسبياً. لفترة طويلة كان البحارة يتحدثون عن هذه الأمواج، ولكن العلماء كانوا يشككون في وجودها حتى تم رصدها وتوثيقها علمياً. موجة واحدة من هذه الأمواج كفيلة بتحطيم سفينة كبيرة أو قلبها رأساً على عقب في لحظات، دون أن تترك أي دليل على ما حدث. لذلك عندما ننظر إلى مثلث برمودا من منظور علم الأرصاد الجوية وعلوم المحيطات، نجد أن هناك العديد من العوامل الطبيعية التي يمكن أن تساهم في وقوع حوادث بحرية وجوية مأساوية. قد لا تكون هذه التفسيرات مثيرة بقدر الأساطير، لكنها تستند إلى وقائع علمية وملاحظات موثقة، وهذا يدعونا إلى احترام قوة الطبيعة وإلى السعي الدائم لتطوير معرفتنا وفهمنا لظواهرها، لعلنا نتمكن من تقليل المخاطر وحماية الأرواح. فالعلم هو نور يضيء لنا دروب المجهول. من بين النظريات العلمية التي تحاول تفسير بعض حوادث الاختفاء الغامضة في مثلث برمودا، تبرز فرضية مثيرة للاهتمام تتعلق بما يحدث في قاع المحيط. هذه الفرضية تقول إن انبعاثات غاز الميثان من الرواسب الموجودة في قاع البحر قد تكون مسؤولة عن غرق بعض السفن بشكل مفاجئ وسريع. غاز الميثان، هذا المركب الكيميائي البسيط، يتكون بشكل طبيعي نتيجة لتحلل المواد العضوية في ظل ظروف نقص الأكسجين، ويتم احتجازه بكميات هائلة تحت ضغط كبير في قاع المحيطات على شكل ما يعرف بهيدرات الميثان. الفكرة هنا هي أن هذه الهيدرات التي تكون مستقرة في درجات حرارة منخفضة وضغط عال يمكن أن تصبح غير مستقرة نتيجة لعدة عوامل، مثل حدوث زلازل بحرية خفيفة أو تغيرات في درجة حرارة المياه أو حتى انهيارات أرضية تحت سطح الماء. عندما يحدث هذا، يمكن لكميات كبيرة من غاز الميثان أن تتحرر فجأة وتتصاعد نحو السطح على شكل فقاعات ضخمة. هذا الانبعاث المفاجئ للغاز يمكن أن يكون له تأثير كارثي على أي سفينة تعبر فوق المنطقة في تلك اللحظة. التأثير الرئيسي لهذه الفقاعات العملاقة من غاز الميثان هو أنها تقلل بشكل كبير من كثافة المياه المحيطة بالسفينة. السفينة تطفو لأن كثافتها أقل من كثافة الماء الذي تزيحه، ولكن إذا انخفضت كثافة الماء بشكل مفاجئ بسبب تشبعه بفقاعات الغاز، فإن قوة الطفو التي تبقي السفينة على السطح تضعف بشكل كبير وقد تختفي تماماً. النتيجة هي أن السفينة يمكن أن تفقد طفوها بشكل شبه فوري وتغرق بسرعة كبيرة، وكأنها تسقط في حفرة سائلة دون أن يكون لدى طاقمها أي وقت لإرسال نداء استغاثة أو حتى لاستيعاب ما يحدث. لقد أظهرت التجارب المعملية والنماذج الحاسوبية أن هذا السيناريو ممكن بالفعل. تم وضع نماذج لسفن في خزانات مياه، وتم إطلاق فقاعات غاز من الأسفل، ولوحظ أن السفن تفقد استقرارها وتغرق بسرعة عندما تصل الفقاعات إلى حجم معين وكثافة معينة. بعض العلماء يعتقدون أن هذا التفسير قد يفسر لماذا تختفي بعض السفن دون أي أثر، ولماذا لا يتم العثور على حطامها في بعض الأحيان، حيث أن الغرق السريع والمباشر قد لا يترك مجالاً لانتشار الحطام على مساحة واسعة. بالطبع، هذه الفرضية لا تزال محل نقاش وبحث في الأوساط العلمية. البعض يشكك في إمكانية حدوث انبعاثات ميثان بالحجم والتأثير الكافيين لإغراق سفن كبيرا بشكل منتظم، كما أن تحديد ما إذا كان هذا هو السبب الفعلي لحادث معين أمر صعب للغاية، لأنه يتطلب وجود دليل مباشر على حدوث انبعاث غاز الميثان في نفس وقت ومكان الاختفاء، وهو أمر نادر الحدوث. لكن وجود رواسب هيدرات الميثان بكميات كبيرة في مناطق معينة من المحيط الأطلسي
بما في ذلك أجزاء من مثلث برمودا، يجعل هذه الفرضية جديرة بالاعتبار والدراسة المستمرة. إن فهمنا لجيولوجيا قاع المحيطات لا يزال في مراحله الأولى نسبياً. كلما تعمقنا في دراسة هذه البيئات المجهولة، كلما اكتشفنا المزيد من الظواهر المعقدة والمدهشة. فرضية الغاز الميثان تذكرنا بأن المخاطر لا تأتي فقط من السماء أو من سطح الماء، بل قد تنبعث أيضاً من الأعماق السحيقة للمحيط. وهذا يدعونا مرة أخرى إلى التواضع أمام عظمة الخالق وقدرته، وإلى مواصلة البحث العلمي لكشف المزيد من أسرار هذا الكوكب الذي نعيش عليه. فكل اكتشاف جديد هو خطوة نحو فهم أعمق للعالم من حولنا. عندما تعجز التفسيرات العلمية التقليدية عن تقديم إجابات شافية لبعض الألغاز، أو عندما تبدو الحوادث غريبة ومحيرة لدرجة تتجاوز المألوف، يميل البعض إلى البحث عن تفسيرات تتجاوز حدود عالمنا المادي المعروف. وفي حالة مثلث برمودا الذي يرتبط اسمه بالغموض والاختفاءات غير المبررة، لم يكن من المستغرب أن تظهر العديد من النظريات التي تنتمي إلى عالم ما وراء الطبيعة أو الخوارق. هذه النظريات رغم أنها تفتقر إلى الأدلة العلمية الملموسة، إلا أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأسطورة التي تحيط بهذه المنطقة. إحدى هذه الأفكار الشائعة هي أن مثلث برمودا قد يكون موقعاً لبوابة زمنية أو بوابة إلى بعد آخر. يتخيل أصحاب هذه النظرية أن السفن والطائرات التي تختفي لا تتحطم أو تغرق بالمعنى التقليدي، بل يتم سحبها عبر هذه البوابة إلى عالم موازن أو إلى حقبة زمنية مختلفة. هذه الفكرة بالطبع تستمد الكثير من إلهامها من قصص الخيال العلمي، وتجد صدى لدى أولئك الذين يؤمنون بوجود أكوان متعددة أو أبعاد غير مرئية تتداخل مع عالمنا. لكن حتى الآن لا يوجد أي دليل علمي يدعم وجود مثل هذه البوابات. نظرية أخرى لا تقل إثارة للخيال تربط حوادث مثلث برمودا بالكائنات الفضائية أو الأجسام الطائرة المجهولة UFOs. يعتقد البعض أن هذه المنطقة قد تكون قاعدة سرية لكائنات من عوالم أخرى، أو أنها تشهد نشاطاً فضائياً مكثفاً. ووفقاً لهذه الفرضية، فإن السفن والطائرات المختفية قد تكون تعرضت للاختطاف من قبل هذه الكائنات لأسباب مجهولة، ربما للدراسة أو لأغراض أخرى لا يمكننا فهمها. قصص مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في منطقة مثلث برمودا ليست نادرة، وهي تغذي هذه النظرية، لكنها تظل في معظمها شهادات فردية غير موثقة أو ظواهر يمكن تفسيرها بأسباب طبيعية أو بشرية. هناك أيضاً من يربط مثلث برمودا بأساطير قديمة مثل قارة أطلانتس المفقودة. يقال إن أطلانتس كانت حضارة متقدمة جداً غرقت في المحيط منذ آلاف السنين. ويعتقد البعض أن بقايا تقنيات هذه الحضارة مثل بلورات طاقة قوية أو أجهزة غريبة لا تزال موجودة في قاع البحر في منطقة مثلث برمودا، وهي التي تسبب الاضطرابات والاختفاءات. هذه الفكرة تجمع بين التاريخ والأسطورة والخيال، وتقدم تفسيراً ساحراً للغموض، لكنها تفتقر أيضاً إلى أي أساس علمي قوي يدعمها. من المهم أن نؤكد هنا أن هذه التفسيرات الخارقة للطبيعة، رغم جاذبيتها وقدرتها على إثارة الخيال، لا تستند إلى منهج علمي قائم على الملاحظة والتجربة والبرهان. العلم يبحث عن تفسيرات يمكن اختبارها والتحقق منها، بينما تعتمد هذه النظريات غالباً على الإيمان أو التكهنات. ومع ذلك، فإن استمرار هذه الأفكار وانتشارها يعكس مدى تأثر الإنسان بالغموض ورغبته الفطرية في إيجاد معنى للأحداث غير المفهومة، حتى لو كان هذا المعنى يقع خارج نطاق فهمنا الحالي للكون. إن الغموض الذي يحيط بمثلث برمودا يجعله أرضاً خصبة للخيال. ولكن كباحثين عن الحقيقة، يجب علينا دائماً أن نميز بين ما هو مثبت علمياً وما هو مجرد افتراض أو أسطورة. هذا لا يعني أن نغلق عقولنا أمام الاحتمالات غير التقليدية، فالتاريخ مليء بالاكتشافات التي بدت في البداية مستحيلة أو خيالية،
ولكن يجب أن يكون سعينا للمعرفة مبنيا على أسس متينة من العقل والمنطق والدليل. فالتفكير النقدي هو أداتنا لغربلة الأفكار والوصول إلى أقرب صورة ممكنة للحقيقة. من بين جميع الحوادث التي ساهمت في ترسيخ أسطورة مثلث برمودا، ربما تكون حادثة اختفاء الرحلة ساتا هي الأكثر شهرة وتأثيرا. وقع هذا الحادث في 5 ديسمبر عام 1945 في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال تحتفل بنصرها وتعتمد بشكل كبير على قواتها الجوية والبحرية. في ذلك اليوم المشؤوم، أقلع سرب مكون من 5 قاذفات توربيد من طراز جرومان TBM أفنجر تابعة للبحرية الأمريكية من قاعدة فورت لودرديل الجوية في فلوريدا في مهمة تدريبية روتينية فوق المحيط الأطلسي. كان السرب يضم 14 طياراً معظمهم من المتدربين بقيادة الملازم تشارلز تايلور، وهو طيار متمرس لديه آلاف الساعات من الطيران. كانت المهمة التدريبية تتضمن تحليق شرقاً لمسافة معينة ثم شمالاً ثم العودة إلى القاعدة في مسار مثلثي الشكل. كان من المفترض أن تكون رحلة تدريبية عادية تستغرق بضع ساعات، لكنها تحولت إلى واحدة من أكثر الألغاز غموضاً في تاريخ الطيران. بعد حوالي 1.5 ساعة من الإقلاع، بدأت الاتصالات اللاسلكية من السرب تشير إلى أنهم يواجهون مشاكل في تحديد موقعهم. أبلغ الملازم تايلور برج المراقبة أن بوصلاته لا تعمل بشكل صحيح، وأنه يعتقد أنهم قد انحرفوا عن مسارهم وفقدوا اليابسة من أمامهم. ساد الارتباك بين أفراد السرب، وبدأت الاتصالات تصبح متقطعة وغير واضحة. في إحدى الرسائل الأخيرة التي تم التقاطها، سمع صوت تايلور وهو يقول شيئاً عن أنهم سيدخلون المياه البيضاء وأن كل شيء يبدو غريباً. ثم انقطع الاتصال تماماً. اختفت الطائرات ال5 ورجالها ال14 دون أي أثر. لم يتم العثور على أي حطام ولا أي ناجين ولا حتى بقعة زيت على سطح الماء. ما زاد من مأساوية هذا الحادث هو أن طائرة إنقاذ من طراز مارتن مارينر تحمل طاقماً مكوناً من 13 فرداً أرسلت في نفس الليلة للبحث عن السرب المفقود، ولكنها هي الأخرى اختفت بعد إقلاعها بوقت قصير. شهود عيان على متن سفينة في المنطقة أفادوا بأنهم رأوا انفجاراً في الجو في نفس وقت ومكان اختفاء طائرة الإنقاذ تقريباً، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها قد انفجرت في الجو لأسباب غير معروفة، ربما بسبب تسرب وقود أو مشكلة فنية. لكن مصير الرحلة 17 نفسها ظل لغزاً كاملاً. لقد أثارت حادثة الرحلة 17 موجة عارمة من التكهنات والتحليلات. البعض أرجع الحادث إلى خطأ بشري من قبل قائد السرب الذي ربما ارتبك وفقد اتجاهه، خاصة وأن الطقس في المنطقة بدأ يسوء تدريجياً في ذلك اليوم. البعض الآخر أشار إلى أن طائرات الأفنجر كانت معروفة بأنها تستهلك الوقود بسرعة، وربما نفد الوقود من الطائرات قبل أن يتمكنوا من العثور على اليابسة. لكن عدم العثور على أي أثر للطائرات أو الطيارين هو ما جعل هذه الحادثة أرضاً خصبة للأساطير والنظريات الغريبة. لقد أصبحت قصة الرحلة 19 رمزاً للغموض الذي يحيط بمثلث برمودا. تم إنتاج أفلام وثائقية وكتابة كتب عنها، وكلها تحاول أن تجد تفسيراً لما حدث. لكن الحقيقة هي أننا حتى يومنا هذا لا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي حدث بالضبط لطائرات الأفنجر ال5 ورجالها. هل كانوا ضحية لظروف جوية قاسية؟ أم خطأ ملاحي فادح؟ أم أن هناك شيئاً آخر، شيئاً أكثر غرابة وغموضاً هو الذي أدى إلى اختفائهم؟ يبقى هذا السؤال معلقاً، شاهداً على قوة المجهول وقدرته على أسر خيالنا. إذا كانت حادثة الرحلة 19 هي الأشهر في العصر الحديث، فإن قصة اختفاء السفينة باتريوت التي كانت تقل ثيودوسيا بورلستون في عام 1812 تعتبر من أقدم وأكثر الحوادث الموثقة غموضاً في المنطقة التي عرفت لاحقاً بمثلث برمودا.
ثيودوسيا لم تكن مجرد راكبة عادية، كانت ابنة آرون بور الذي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد توماس جيفرسون، وكانت شخصية معروفة ومثقفة في مجتمعها. قصة اختفائها أضافت بعداً إنسانياً ومأساوياً مبكراً إلى سجل المنطقة الغامض. في أواخر ديسمبر 1812 وفي خضم حرب عام 1812 بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، استقلت ثيودوسيا السفينة الشراعية السريعة باتريوت من ميناء جورج تاون في كارولينا الجنوبية، متجهة إلى نيويورك لرؤية والدها. كانت ثيودوسيا تعاني من المرض والحزن لفقدان ابنها الوحيد مؤخراً، وكانت هذه الرحلة تمثل لها بصيص أمل. أبحرت السفينة باتريوت، وهي سفينة خاصة كانت قد خدمت كقرصنة مرخصة ضد السفن البريطانية، وعلى متنها طاقم متمرس وعدد قليل من الركاب، من بينهم ثيودوسيا وطبيبها. بعد مغادرة الميناء لم يسمع أي خبر عن السفينة باتريوت أو أي من ركابها مرة أخرى. اختفت السفينة تماماً في مياه المحيط الأطلسي في مكان ما على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهي منطقة تقع ضمن النطاق الواسع لمثلث برمودا. لم يتم العثور على أي حطام ولا أي رسالة ولا أي دليل يشير إلى ما حدث. مرت الأيام والأسابيع والشهور، وتحول القلق إلى يأس، ثم إلى حزن عميق لدى آرون بور وعائلتها وأصدقائها. مصير ثيودوسيا والسفينة باتريوت أصبح لغزاً محيراً. على مر السنين ظهرت العديد من النظريات والتكهنات حول ما يمكن أن يكون قد حدث للسفينة. البعض افترض أن السفينة قد غرقت بسبب عاصفة عنيفة، ففصل الشتاء في شمال الأطلسي يمكن أن يكون قاسياً جداً. البعض الآخر تكهن بأن السفينة ربما وقعت في أيدي قراصنة، خاصة وأن المنطقة كانت لا تزال تشهد بعض أعمال القرصنة في تلك الفترة، وأن السفينة نفسها كانت لها ماضٍ في هذا المجال. وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، متخيلاً سيناريوهات أكثر دراماتيكية وغرابة. واحدة من القصص التي ظهرت بعد سنوات عديدة والتي لا يمكن تأكيد صحتها هي اعتراف مزعوم من قرصان محتضر بأنه شارك في الهجوم على سفينة كانت تقل امرأة جميلة تشبه ثيودوسيا، وأن جميع من كانوا على متنها قتلوا. قصة أخرى تتحدث عن العثور على صورة لثيودوسيا في منزل مهجور على ساحل كارولينا الشمالية، مما أثار تكهنات بأنها ربما نجت من غرق السفينة ووصلت إلى الشاطئ. لكن هذه القصة أيضاً تفتقر إلى أدلة قوية. بغض النظر عن صحة هذه القصص من عدمها، فإن اختفاء ثيودوسيا بور أستون والسفينة باتريوت يظل واحداً من أقدم الألغاز المرتبطة بمثلث برمودا. إنه يذكرنا بأن هذه المنطقة كانت تشهد حوادث غامضة حتى قبل أن يطلق عليها هذا الاسم بعقود طويلة. قصة ثيودوسيا ببعدها الإنساني والمأساوي وبسبب شهرة عائلتها ساهمت في إضفاء هالة من الغموض المبكر على هذه المياه، وهي دليل على أن البحر بكل جماله وعظمته يمكن أن يكون أيضاً مكاناً خطيراً وقاسياً يخفي أسراراً قد لا تكشف أبداً. فكم من القصص المماثلة طواها النسيان في أعماق المحيطات عبر التاريخ. وهكذا بعد رحلتنا هذه في أعماق لغز مثلث برمودا واستعراضنا لبعض أشهر الحوادث والنظريات المحيطة به، نصل إلى نقطة مهمة تستدعي التأمل. بالرغم من السمعة المخيفة التي اكتسبتها هذه المنطقة على مر العقود، والتي غذتها الكتب والأفلام ووسائل الإعلام، فإن الإحصائيات الرسمية وسجلات خفر السواحل تشير إلى أن عدد حوادث السفن والطائرات في مثلث برمودا ليس أعلى بشكل ملحوظ من أي منطقة أخرى ذات كثافة مرورية مماثلة في المحيط الأطلسي أو غيره من بحار العالم. فالحركة البحرية والجوية في هذه المنطقة كثيفة جدا، ومن الطبيعي إحصائيا أن تقع فيها حوادث بين الحين والآخر. ومع ذلك فإن هذا لا يقل من قوة الأسطورة أو يمحو الغموض الذي يكتنف بعض الحوادث الفردية التي وقعت هناك، والتي لا تزال بلا تفسير شاف حتى يومنا هذا. يبقى مثلث برمودا في الوعي الشعبي
أحد أكثر الألغاز إثارة للجدل والفضول في العالم. ربما يرجع هذا إلى الطبيعة الدرامية لبعض الاختفاءات، أو إلى الرغبة الإنسانية الفطرية في تصديق ما هو خارق للطبيعة أو غامض. فالغموض يفتح آفاقاً للخيال ويدفعنا للتساؤل والتفكير فيما وراء المألوف. إذا كنتم أيها الأصدقاء مهتمين بمعرفة المزيد من التفاصيل أو استكشاف جوانب أخرى لهذا الموضوع الشيق، يمكنكم دائماً البحث والقراءة من مصادر موثوقة. سأترك لكم في وصف الفيديو بعض روابط لمقالات ومصادر إضافية لمن يرغب في الاستزادة. وفي النهاية، سواء كنا نؤمن بالأساطير أم نعتمد على التفسيرات العلمية، فإن مثلث برمودا يذكرنا بأن عالمنا لا يزال مليئاً بالأسرار التي تنتظر من يكتشفها، وبأن رحلة البحث عن المعرفة هي رحلة مستمرة لا تتوقف. فهل لديكم أي أسئلة أخرى حول هذا الموضوع، أو ربما نظريات خاصة بكم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. وإلى لقاء آخر في رحلة جديدة من رحلات المعرفة والتأمل. أستودعكم الله.